وهو ده شكل الكحك بعد ما خلصناه. شايفين الكحك عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا ودايب، والسكر بعد ما حطيناه عليه بسم الله ما شاء الله بكل اسراره وحركاته وتكاته. بص، ولا تقولي لي كعك العبد ولا كعك الابوار. تعالي بقى شوفي الطريقه بجد، وبسم الله ما شاء الله شايفينه عامل ازاي. يلا بقى اهو هقول لكم على الطريقه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بحبكم في الله. شايفينه عامل ازاي ودايب جدا والله، شايفينه. يلا، اللي انا كنت عامله محشي عجوه ومحشي ملبن ومحشي مكسرات. بسم الله ما شاء الله شايفينه دايب ازاي، وشايفين الحشوه فيه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله دايب خالص والله وناعم، وزي ما انتم شايفين دايب معاكم خالص زي السكر. بسم الله ما شاء الله. هنقول بقى على كل اسراره وحركاته وتكاته. بسم الله ما شاء الله، مش هخبي عنكم حاجه. بسم الله ما شاء الله شايفين شكله جميل خالص. ده اللي كان محشي ملبن، واللي محشي مكسرات، واللي محشي عجوه. والله كانت ريحته جميله. ده اللي محشي عجوه. بسم الله ما شاء الله كانت ريحته جميله والله. اهم حاجه فيه التركات بتاعته ان انت تمشي عليها مظبوطه. التخمير بتاعه والعجن بتاعه وكل حاجه فيه. اهم حاجه طالما مشيتي عليها مظبوطه تبقى بسم الله ما شاء الله هيطلع معاكي كحك ناعم زي السكر. والتسويه بتاعته شايفين تسويته جميله ازاي. يلا بقى ما تنسوا. شايفين التسويه جميله معاكم ازاي. بسم الله ما شاء الله والله كانت ريحته جميله وزي السكر. يلا بقى عشان لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والشير والسبسكرايب عشان انا هكبر بيكم. يلا وصلوا بالله عليكم في اللايك، ما تنسونيش في اللايك، عايزين يوصل للايكات كتير جدا. يلا بقى نشوف عاملينه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. ازيك يا حبيب قلبي؟ هنعمل النهارده الكحك زي بتاع المحلات وبنفس التركات. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل 2 كيلو. انا جايبه 2 كيلو دقيق، ودول 4 معالق سكر وذره ملح، وهنا دي معلقه خميره كبيره، وهنا معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقتين، وهنا دي كوبايه سمسم. كوبايه السمسم هتبقى على ال2 كيلو دقيق. كل كيلو دقيق هنحط عليه نص كوبايه سمسم. وده محلب، انا بحب طعم المحلب قوي فيه. لو انتوا مش عايزين محلب ممكن تحطوا ريحه الكعك، انما انا دولة محلب انا جايباه. انا بروح جايه محمصاه ودقاه في الهون. لا بسم الله ما شاء الله المحلب بيدي طعم وريحه حكايه. ماشي. اهم حاجه تمشي على المقادير مظبوطه. ال4 معالق سكر لل2 كيلو دقيق. كل كيلو عليه معلقتين ومعلقه خميره، وهنا معلقتين بيكنج باودر. هنيجي هنا على دي هحط ذره الملح، وهروح جايه مقلباه زي ما انتوا شايفين معايا كده يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. اهم حاجه ذره الملح دي سنه للدقيق في اي حلويات زي ما انتوا بتحبوها. وهروح جايه حاطه ريحه الكعك عليها على الدقيق، وهروح جايه مقلباهم كويس مع بعض. انا كل ال2 كيلو دي هحط لهم معلقه المحلب بعد ما دقيته. انا حاطه معلقه محلب كبيره، هروح جايه مقلباهم كويس بقى في قلب العجين، في قلب الدقيق اسفه. زي ما انتوا شايفين عشان الدقيق كله ياخد من الملح وياخد من ريحه الكعك زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه دي تكونوا جايبينه دقيق يعني اهم حاجه الدقيق تكون نوعيته كويسه يكون للكحك زي ما انتوا شايفين معايا، او يكون بنسبه مستخرج انا هو بقلب الدقيق معاكم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى هروح جايه واخده دي سمنه بلدي. انا هروح جايه واخده ومحمصه فيها السمسم. انا حطيت السمسم في السمنه البلدي وبقيت اقلبها كده زي ما انتوا شايفين معايا. انا واخده جزء من السمنه زي ما انتوا شايفين معايا. انا ابتديت احمص السمسم في قلب السمنه دوت. برضو اول تركه من تركات الكعك زي ما انتوا شايفين بيدي الروحه بتاعته والطعم بتبقى حكايه لما تعملي الطريقه دي. اول خطوه تعمليها بالطريقه دي بسم الله ما شاء الله مش هتبطلي تعمليها. اهو انا ابتديت احمص السمسم في قلب السمنه زي ما انتوا شايفين. اول ما يجي يغلي كده او يبقلل معايا، او بصي زي ما انتوا شايفين كده طريقه الغليان كده بتاعت لازم يغلي كويس في قلب السمنه السمسم. بصوا انتوا اللي شايفين كده لسه بيبتدي يغلي من الجناب. اول ما يبتدي يغلي والسمنه شايفين انتوا لازم السمنه البلدي بتعمل رغاوي كده على الوش. اول ما يبتدي يعمل الرغاوي ده ويغلي كده كويس جدا هروح جايين واخدين السمسم اهو زي ما انتوا شايفين. انا بقلب فيه كويس عشان ما يتحرقش مني. انا اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالطريقه ديت. انا هروح جايه واخداه شايفينه عامل ازاي بيغلي كله ازاي من نصه ومن كله. هروح جايه حاطاه في قلب الدقيق
انا حاطاه هنا في انا حاطاه هنا في عجان بلاستيك، حاطاه في عجان ستانلس. واول ما تيجي تحطيه يعني اشهد ان لا اله الا الله، بروح جايه مقلبه السمسم بقلب السمنه كده زي ما انتم شايفين. وهاخد السمنه الباقيه اروح جايه منزلها في حاطاها في قلب الطاسه. هحط السمنه الباقيه في قلب الطاسه اللي انا كنت مسيحه فيها محمصه فيها السمسم بالسمنه. اهو انا ببتدي اقلبه كويس. انت عندك بلاستيك عجيني فيه اللي موجود عندك، انما انا عندي العجان الثالث عجنت فيه. هروح جايه مفضيه باقي السمنه زي ما انتم شايفين معايا اهو يا حبايبي. انا فضيت السمنه اهو الباقي يا حبايبي. هو يفضل انت تعمليه بسمنه بلدي وتكون بقري. البقري بتبقى ليها طعم وريحه حكايه في قلب الكحك وحلويات العيد. بسم الله ما شاء الله اهو. واروح جايه حطها على البوتاجاز تسيح مش تسخن، ان هي مجرد ان السمنه تسيح بتدي للكعك ريحه وطعم حكايه. انا هو رحت جايه مسيحه السمنه وحطيتها، وهنبتدي بقى نبس فيه زي ما انتم شايفين معايا كده. بسم الله ما شاء الله. هي السمنه كانت سخنه، يعني مش سخنه دافيه. بسم الله ما شاء الله. هنبتدي نبس السمنه في قلب العجين كله عشان تتشرب. انتوا شايفين واحنا عمالين نلمها كده العجينه بسم الله ما شاء الله كانت جميله. انتوا من نظركم كده هتشوفوا ان العجينه مش محتاجه، بس احنا هنحط لها بقى لسه فاضل كوبايه، ولسه ما حطيناش ولا السكر ولا الخميره. ده كله هندوبه في قلب بعضيه بعد ما نسيب العجينه ترتاح. اهم حاجه بقى تاني تركه من تركات الكعك، ان انت بعد ما تبسي الكعك بالسمنه تسيبيه يرتاح. تسيبيه يرتاح 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، اعمليه وانسي. كل ما تسيبيه في السمنه كل ما بيكون احسن. شايفين العجينه عامله ازاي طريه وملمسها؟ شايفين البس؟ بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه البس فيه، وتسيبي العجينه معاكي ساعتين 3 4 5. كل ما تسيبيها في السمنه كل ما بتكون احسن. وده برضو الحلوانيه بتوع الكعك بيعملوا الطريقه دي، بيعجنوا الكميات كلها وبيعجنوا للناس وبيركنوا العجين. كل ما بتسيبيه في السمنه كل ما بيكون احسن. شايفين العجينه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. العجينه كلها لمت اهي معانا زي ما انتم شايفين. احنا بنفضل نبس فيها. اهم حاجه طريقه البس، تفضلي تبسي فيها كده لمده 10 دقايق على قد. اهم حاجه طريقه البس، تقعدي تبسي فيها على قد ما تقدري 10 دقايق على قد ما تقدري. كل ما تبسي فيها كل ما بيكون احسن. العجينه بتشرب السمنه وبتكون احسن. هنا بقى انا سبتها ترتاح 5 ساعات. انا بقى هروح جايبه كوبايه اللبن تكون دافيه او فتره عشان الخميره. انا حطيت هنا السكر، واحط السكر انا نزلت بيه. هروح جايه حاطه الخميره واحط البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هو بعد ما حطيت هروح جايه نازله بالبيكنج باودر، وانا سخنت اللبن خليته فاتر زي دمعه العين. اهم حاجه اللبن يبقى فاتر علشان ما يبوظش الخميره. انا هو حطيت او نزلت بالبيكنج باودر. هروح جايه مقلباهم وجايبه كوبايه اللبن زي ما انتوا شايفين معايا كده. بسم الله ما شاء الله اهو. بعد ما قلبته هجيب احط كوبايه اللبن مج زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. هروح جايه حطاه ومقلباه اهو. قلبه بقى. شايفين بقى البيكنج باودر بيتفاعل عامل ازاي؟ بينفخ كده، بينفش كده، نافخ، بيخمر بسرعه هو الخميره اهو. انا بقلبه كويس. هروح جايه بقى مبتديه نازله على العجين. انا فضيت العجينه في طبق صغير زي ما انتم شايفين اهو. العجينه بعد ما نشفت اهي ابتدينا نطريها تاني تري تاني. كل ما بتدعكي فيها كل ما بتطري زي ما انتم شايفين. كانت الدقيق نشف بالسمنه اهو. العجينه دلوقتي هي من كتر زي ما انتم شايفين يا حبايبي العجينه طريت وسخنت من ايدينا. هبتدي انزل بقى بالخليط البيكنج باودر والسكر والخميره وهلمهم حبه حبه. انتوا شايفين العجينه دلوقتي طريه. وبعد ما هبتدي احط الخليط اللبن. هتقولوا ان العجينه نشفت، بس اهم حاجه طول ما العجينه ناشفه معاكي ده كده الكعك هيبقى دايب وناعم. انما هتفضلي تزوديه. كل ما هتزوديه ما هتزوديه الماده السائله العجينه هتنشف معاكي. هتفتكري ان هي كده يبقى اهم حاجه ما تطرهوش. طول ما العجينه هتطري معاكي هتفضلي تطري فيها الكعك هيطلع ناشف. طول ما العجينه ناشفه معاكي الكعك هيطلع ناعم ودايب ويبقى زي السكر، تيجي تقطميه وتدوب في بقك على طول. انما طول ما هتطري العجينه الكعك هيطلع ناشف وخشن مش هيبقى كويس. انا اهو ببتدي اهو بنلم العجينه كويس. اهم حاجه احنا هنبتدي نقلبها عشان فيها لسه لبن زي ما انتوا شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله.
اهو. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي معاكم اهو يا حبايبي، شايفين اهي العجينه كده ابتدت نشفت تاني بقى. هبتدي اكمل باقي الخليط احط عليها اهو. اهو باقي الخليط كله كده خلاص نزلت بيه كله اهو. بسم الله ما شاء الله كده خلاص. هبتدي الم فيه. مش ملاحظين كل ما بنزل بقى بباقي الخليط العجينه نشفت معايا اكتر؟ انما العجينه كده مش ناشفه، العجينه هتبقى طريه. بسم الله ما شاء الله. هبتدي هسيغها بين ايديا اهم حاجه تسيغيها او تدعكيها كويس بين ايديكي، العجينه هتطري معاكي ومش هتشقق. طول ما العجينه ناشفه معاكي كده اعرفي ان الكعك دوت كعك دايب والعجينه ناجحه معاكي. ما تزوديش ميه. شايفين يا جماعه اهو ابتدت العجينه تنشف معانا. بسم الله ما شاء الله. اه بسم الله ما شاء الله. شايفين زي ما انتم شايفين معانا العجينه اهي يا جماعه نشفت وبقت ناشفه، يعني قرصه كويس، يعني ناشفه معانا يعني كده مفروله. انما هي كده العجينه دي مظبوطه. بسم الله ما شاء الله. اهو بنبتدي نلم فيها. شايفين السمسم عامل ازاي فيها؟ بسم الله ما شاء الله. وريح اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين احنا اهو بنلم اهو معاكم يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. العجينه عامله ازاي. هنبتدي بقى نصيغها كده اهو. نبتدي نصيغها جامد زي ما انتم شايفين معانا كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها اهو بعد ما اتصيغت كويس اهو. شكلها بعد ما اتصيغت كويس. شايفين اهم حاجه تدعكيها بين ايديكي ببطن ايديكي كده اهو. ندعكها ببطن، احنا بنسخنها ببطن ايدينا. بندعك العجينه كويس في بطن الايد. اهم حاجه بتسخن وبتسيح السمنه والعجينه مع بعض فبتتدور وبتبقى شكلها جميل. بسم الله ما شاء الله. هنا اهو احنا عملناها وحطينا زي ما انتم شايفين اهو. احنا بنحط الحشوه وبنقفلها كويس وهندورها وهنرجع نعملها تاني ننقشها بالمنقاش. احنا بقى كنا عارفين ان الكحك ما بيحلاش غير باللمه. احنا كنا ملمومين اهو بالشكل دوت وهنبتدي ننقشها زي ما انتوا عايزين بالمنقاش. احنا كنا حاشينها مكسرات بندق وعجوه وملبن زي ما انتوا شايفين. والنقشه اهي بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين معانا كده النقشه اهي اهو. انتوا شايفين النقشه احنا هي بتبتدي. ماما كانت بتنقش بالمنقاش زي ما انتوا شايفين. هي قاعده هي اللي كانت بتنقش معانا يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين نقشتها عامله ازاي؟ ربنا يبارك لنا فيها ويديها الصحه وطولة العمر. هي اللي مجمعانا دايما اهو. النقشه اهي يا حبايبي. انت بقى عايزه تحشيها عجوه تحشيها ملبن زي ما تحبي تحشيها. واحنا سويناها اهو بالشكل ده. احنا هنا اهو شايفين التسويه لونها عامل ازاي جميله. كل ما بتديله حمار كل ما بيصبر معاكي وطعمه والريحه بتظهر فيه. كل ما بيكون محمر. شايفين التسويه اهو ده اللون بتاعها. مش شايفين لونها جميل جدا؟ وشايفين دايب ازاي؟ والله دايب وجميل. لون التسويه بتاعته كان دايب وجميل وزي السكر. والله العظيم جميل. يا ريتكم تيجوا تدوقوه والله العظيم. شايفين لونه جميل؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون جميل ازاي؟ وشايفين التسويه والله كان دايب ومش مستحمل اي حاجه. وهو شكله اهو بعد ما خلصناه. بسم الله ما شاء الله. بعد ما سويناه حطينا عليه السكر. اللي محشي عجوه واللي محشي بندق واللي محشي ملبن زي ما تحبوا. والساده زي ما تحبوا. اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه. دوت حاجه ترجع لكم انتوا. انا هعمله معاكم تاني بالعجميه وهعمل لكم طريقه العجميه تشوفوها بيها. هي دي كانت اسرار الكعك، ان انت تخدميه كويس والتركات بتاعته والسمنه بتاعته وطريقته وهيطلع معاكي كعك. بسم الله ما شاء الله. شايفينه بيتكسر معاكم دايب ازاي؟ يلا بقى بالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان نكبر بيكم. ووصلوا الفيديو اهم حاجه لاكبر عدد من اللايكات عشان انا هكبر بيكم يا حبايبي. يلا لو عجبتكم الطريقه يلا اضغطوا لايك 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 لايك. شايفينه دايب ازاي معاكم؟ هي دي التركات. اهم حاجه تمشوا على التركات بتاعته والمقادير مظبوطه هيطلع معاكي كحك بسم الله ما شاء الله. والتسويه بتاعته شايفين ده اللي بالعجوه وما عندكم اللي بالملبن وعندكم اللي بالبن اهو. دايب معاكم بيتكسر بسرعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. جميل جدا. حاجه انت عاملاها في البيت وضمناها معموله ازاي.
اهو ده اللي بالبندق، شايفينه عامل ازاي، والتحميصه بتاعته والتسويه جميل ومستوي من جوه مش معجن. اهم حاجه جميل. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يلا ما تنسونيش في اللايك، لايك 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 يا حلوين. وصلوا الفيديو. اهم حاجه اللايك يا حلوين عشان اكبر بيكم، ما تبخلوش عليا بالله عليكم في اللايك. وهي دي المقادير والطريقه المظبوطه. بسم الله. وقولوا لي في التعليقات، اهم حاجه تكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه. اهم حاجه تقولوا لي رايكم في التعليقات عشان انا اكبر بيكم. يلا ما تنسونيش في اللايك، وكل عيد وانتم طيبين.